بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. هنتكلم النهارده على كم الاشاعات اللي بيلاحق فريق النادي الاهلي من بعد نهائي دوري ابطال افريقيا وفوز النادي الاهلي بيها على الوداد المغربي. كميه اشاعات طالت كل اللعيبه لا حصر لها. اما قفشه هيتعمل له حوار في الاتحاد الدولي علشان حركه هتلر اللي عملها دي، اللي هي طبعا كان بيحيي والده في المدرجات، واما عروض خارجيه للاعبين. وانا بقول لكم اهو يا جماعه، انت لو فتحت التلفزيون ولقيت المذيع بيتكلم ولقيت مقدم البرامج اللي بيتكلم ولقيت اليوتيوبر اللي بيتكلم، كله كلام 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 كلام، كله عايز يعمل ريتش وخلاص وعايز يركب الترند. انا بقول لكم يا جماعه مفيش اي حاجه من دي صحيحه بالمره غير عقد حمدي فتحي فقط اللي كانوا اتكلموا عليه من قبل اصلا النهائي واجلوها لبعد النهائي، والموضوع رسمي يا جماعه. ويعني في اللمسات الاخيره زي ما بيقولوا، غير كده كله كلامه كله فيك 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 فيك. ولا محمد الشناوي ولا محمد عبد المنعم ولا حسين الشحات. بخصوص حسين الشحات، هو الراجل مرحب بالتجديد وكل حاجه، هو بس شارط شرطين كده يعني لسه فيهم كلام، اللي هو مش عايز يخضع لنسبة المشاركة في عقده. طبعا انتوا عارفين ان اللعيبة بتاخد جزء مقدم تعاقد والباقي بيبقى على حسب المشاركة. بس حسين الشحات عايز يشيل الشرط ده من العقد، وعايز كمان ان الاعلانات مفيش نسبة تروح للنادي وهو ياخدها كلها ليه. ده بالنسبة للفريق، واعتقد ان حسين الشحات هيجدد، واعتقد ان مفيش اي حاجة من دي هتحصل. ومحمد عبد المنعم اللي يقول لك 10 مليون دولار 12 مليون دولار، مفيش اي حاجة يا جماعة، كله كلام بالبق. وكله انت عارف وكلاء اللاعبين كله عايز ياكل عيش، كله عايز يتكلم، يا اما اللي عايز يهد، واحنا طبعا عارفين الكلام ده كويس. فانا بطمن الجماهير ان مفيش اي حاجه من الكلام دي خالص. النادي الاهلي مستحيل مستحيل يفرط في قوامه الاساسي، ابدا ابدا ابدا. ولو واحد او اتنين بالكتير خرجوا هيجي مكانهم اللي اعلى منهم باذن الله. فبطمن جمهور الاهلي على الموضوع ده، ما تقلقوش خالص. هنيجي بقى نتكلم في الموضوع التاني اللي انا مش عايز اتكلم فيه كتير، على احمد مرتضى منصور. لما كان كان بيتكلم امبارح على قناه الزمالك وبيقول انا ناقص لي دوري ابطال افريقيا واعمل فرع اكتوبر وابقى انا كده قفلت اللعبه. خلاص هيقفلوا الدفاتر، هم كده خلاص خدوا كل حاجه بمجرد اللي هم ياخدوا السته، وبمجرد اللي هم يفتحوا فرع اكتوبر خلاص هم كده عملوا كل حاجه. هيقفلوا النادي ويقفلوه بالمفتاح كده ويقولوا للاعضاء يلا بيتك 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 بيتك. النادي ده خلاص اتلغى، هو وقف لحد كده. خلاص يا عم انت شايف كده اوكي مفيش مشكله. يقول لك اديني ميزانيه الاهلي وانا اخد كاس العالم للانديه. والله انت لو خدت مال قارون مش هتعرف تعمل حاجه يا احمد يا مرتضى، لان انت زي بابا بالظبط. زي بابا بالظبط، يعني بسم الله ما شاء الله انت ما سبتش منه حاجه خالص. يمكن امير يعني اللي بنقول عليه ها آه اعقل منك سنه انت حتى يعني ضايع خالص. انا مش عايز اقول لك يعني ابن مستر اكس يعني زي بالظبط. انت ابن مستر اكس، مش هيتقال عليك اكتر من كده. بس تالت حاجة هتكلم عليها استاد النادي الأهلي. شركة إليانز خلاص اتوصلت لاتفاق مع النادي الأهلي. المؤتمر الصحفي للكلام الرسمي كله بالتفاصيل عشان ما حدش يضحك عليك، ما حدش يعرف تفاصيل خالص. كل التفاصيل هناخدها بعد أجازة العيد إن شاء الله. النادي الاهلي هيعمل مؤتمر صحفي كبير جدا وهيعلنوا فيه عن كل حاجه. شركه اليانز زي شركه تامين المانيه فاتحه استادات في كل قارات العالم ما عدا قاره افريقيا، وهي بتفكر تخش قاره افريقيا عن طريق النادي الاهلي وتعمل له استاد اللي هيكون في الشيخ زايد. مساحته قد ايه، بيسع كام للجمهور، الحاجات دي كلها ولا هنعرف اي حاجه. بالمناسبه الاهلي هياخد مقابل مادي عشان شركه اليانز هتحط اسمها وهي اللي هتختار اسم الملعب لمده 20 سنه. بس حبيت اقول لك اديك بس نبذه مختصره، يعني ايه ما تاخدش تفاصيل من اي حد لان كله هيقعد يهبد، كله عايز يعمل بس فيوهات وكده. فسيبك من الناس دي كلها بتتكلم على الصفقات و مفيش كلام رسمي يا جماعه. اللي انا قلته لك في الفيديو ده بس هو الرسمي. يلا تصبحوا على خير.